طبعا الشتاء بهدل الحمام ودمر الدنيا زي ما انتم شايفين. وتعالى اقول لك النهارده تعمل ايه لو الدنيا شتيت عندك، ازاي بقى تظبط الحمام عندك وتشوف ايه اللي هيحصل عنده. في حاجات لازم تقدمها للحمام اول ما الدنيا تشتي، الحاجات دي هتدفيه وهتخليه كويس جدا جدا، وهتخليه لو تحت منه زغاليل هيحافظ عليها، لان الزغاليل بتموت معانا في الجو الساقعه ديت زي ما انتم عارفين. حاجه بسيطه كده هنزودها على الكلفه هقول لك عليها دلوقتي، ديت لازم تقدمها للحمام عشان خاطر الزغاليل بتاعتك تبقى قاعده دفيانه كده وحلوه زي ما انتم شايفين. تعالى نشوف النتاله هزاز دي كده اللي حطيناها خلطه التمليح امبارح، ربنا كرمنا وباضت معانا اول بضايه اهي. دي النتايه. طبعا قلت لك ازاي تعرف الحمام عليه بيضه، بتبقى الحته ورا هنا عاليه، بتشوف كده وبتسمي الله لسه عليها الثانيه. طبعا هتبيضها بكره مش هتبيضها دلوقتي، بس كويس ان هي جابت معانا كده اول بيضه. ونطمنوا على الجوز دول كان تحت منهم زغلول والمفروض التاني يفقس لسه ما فقسش. نطمن كده ونشوفه هنلاقي البيضه لسه اهو، لسه ممكن تبقى بايظه وممكن تفقس، هنعرفوه في الايام الجايه. بس لما يبقى عندك زغلول جنب منه بيضه حتى لو طلعت بايظه ما ينفعش تشيلها، لان الزغلول بيبدا ان هو يسند عليها بالمنظر اللي انت شايفه دوت عشان ما يطلعش رجله متكسحه. وادي البرطمان بتاع الاكل بتاعنا وده البرميل زي ما انتم شايفين. هخليك بقى النهارده توفر في كلفه الحمام وايه الحاجات المهمه اللي تقدمها في الحمام في الوقت الشتاء اللي انتم شايفينه. بصوا الدنيا بتشتي ازاي يا شباب. بنسال يا رب البركه والزياده للجميع وعايزين الخير عند الناس كلها. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. صباح الفل، صباح العسل، صباح كل حاجه حلوه على اخواتنا وحبايبنا اللي مشرفينا في القناه. تحياتي ليكم وتحياتي للجميع. اللايك بتاعك الجميل على الفيديو دوت، ويلا بينا النهارده نشوف هنعمله ايه ونصلي على النبي كده اول ما نخش السلاكه ونبدا نشوف هنعمله ايه حاجه عند الحمام. يعني الحمام اللي تحت منه زغاليل هنعمل معاه ايه، والحمام اللي تحت منه بيض هنعمل معاه ايه، والحمام اللي مش بايض برضه هنعمل معاه ايه. ودلوقتي كده زي ما حضراتكم شايفين ده برطمان الكلفه. بص بقى جوز الحمام بياكل قد ايه، بياكل الشويه الصغيرين دول عشان ما يبهدلوش الاكل ويرموه، وانت بعد نص ساعه بترجع تشيل الاكل ده من عنده. طب بتشيله ليه؟ عشان ما يعملش زرق عليه او يعمل حمام عليه ويرجع ياكله تاني يتعب. في ناس سالتني من الفيديو اللي فات هو انت اشمعنى حاطط هنا كل فرد لوحده زي ما انتم شايفين كده، وناس قالت لي انت هنا برضو حاطط كل فرد لوحده ليه. بصوا يا شباب، انا الحمام الغزار دوت بحب ان انا اخدم عليه بالحمام اللي هو دوت. يعني ايه اخدم عليه؟ يعني اخلي الغزار يبيض وابدا اخد البيض بتاع الغزار احطه تحت الحمام الحضان اللي انتوا شايفينه دوت كده اهو. تمام. ونبدا ان احنا نخلي بالنا ونبدا ان احنا نتابع ونشوف الحمام ناقصه ايه ونبدا نقدمه له. طبعا زي ما انتم شايفين الحمام دوت بيبقى ليه خدمه معينه، بيبقى ليه اكل معين، بنزود له البسله، بنزود له الذره الصفراء، بنزود له الفول، وبعد كده بنرجع نجوزه وهنجوزوه مع بعض في الفيديوهات. اما بقى الحمام اللي تحت منه زغاليل هقول لك دلوقتي حاجه مهمه جدا جدا لازم تعملها عنده عشان خاطر الشتاء اللي انت شايفه ده كله الحمام ما يموتش منك ولا يتعب منك. خلطه بسيطه كده ومش هتكلفك كتير وان شاء الله هتفيدك وهتبقى كويسه للحمام بتاعك ان شاء الله. وزي ما انت شايف الحمام كله بدا ياكل اهو في ميعاد واحد، وبعد نص ساعه هنقشط من عليه الكلفه عشان يبقى كله خلاص شبع. تعالى بقى اوريك بقى الخلطه بقى الذهبيه اللي انت لازم تعملها عند الحمام اللي تحت منه زغاليل. اي جوز حمام تحت منه زغاليل في الساعه دي لازم ناكله حاجه تدفيه. طيب تعالوا بقى كده اهو مع بعضينا ونشوفوا هنعمله ايه. بصوا كده يا شباب، طبعا ده الاكل بتاع الحمام اللي تحت منه زغاليل لازم تكون زغاليل لبن، زغاليل كده ايه بسم الله ما شاء الله زي ما حضراتكم شايفين لسه ما كاستش ريش. بناكلهم ايه؟ بناكل الاب والام الكلفه الجميله ديت، وهي غله وعويجه وعدس بجبه. طبعا العدس بجبه كلنا عارفين اللي هو في الصيف مش بنحطه للحمام، طب في الشتاء بنحطه للحمام ليه؟ علشان يدفي الزغاليل. طبعا زي ما انتم شايفين كده اهو الحمام هياكل واول حاجه هيعملها هيخش ياكل عياله ويدفيها. طبعا بصوا منقيين العدس ازاي، مفيش مشكله احط دوت هنا وابدا برده نفس الكلام اعمل كده اهو اهو
واحط لهم على طول. هيبداوا هم ينقوا العدس. العدس ده هيدفيهم وهيدفي برضو الزغاليل بتاعتهم، وما يمنعش في القلفه بتاعتك الكبيره اللي شبه كده تزود برضو فيها شويه عدس، ان شاء الله تكون بنسبه صغيره عشان خاطر الحمام كله يبقى متدفي. وكل يوم هننزل لكم خلطه سحريه لتربيه الحمام، ولازم تتابع الحمام بتاعك في الشتاء لان الامراض بتيجي برضو زي امراض السيل. يلا بينا كده مع بعض نسمي الله، ولو عملناش لايك على الفيديو دوت نعمل لايك، ولو ما اشتركناش في القناه نشترك في القناه ونفعل الجرس ونستنى كل فيديو جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.